السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبمناسبة شهر رمضان. يعود عليكم وعلينا الأيام بخير يا رب. وهنعمل معاكم بقى مع بعض كده حاجة حلوة قوي. بنجيبها من برا وغالية جدا، اللي هو الدونس. جميل قوي وبمكونات بسيطة وسهلة في البيت، وهنعمله مع بعض ويبقى سهل جدا وهيبقى هيش وطعمه تحفة بجد. يلا نقول بسم الله. معايا كيلو دقيق، معايا نص كوباية سكر، كوبايتين حليب او كوباية حليب وكوباية مية دافية، وطبعا مش بنحطهم كلهم، على حسب الدقيق بياخد معايا قد ايه. ومعايا نص معلقة فانيليا عشان تديني ريحة حلوة، ربع معلقة ملح صغننة سنة، وهحط نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكيس خميرة اللي هي الخميرة الجاهزة. تمام. فبختبر الخميرة بمعلقة سكر وكوباية فبختبر الخميرة، وبعد كده باخد العجينة بعد ما بحط الخميرة عليها والاقيها بقت الخميرة نوعها كويس، احطها على الدقيق بقى واعجنها. طبعا بقى لازم اعجن شوية بتاع 10 دقايق كده. الزبدة لما بعجنها مع العجينة كده، ما شاء الله بتخلي العجينة هشة وطرية وبتديها طراوة كده. فاقعد اعجن شوية، هو بتاخد مني معايا مجهود شوية، كأني بتلعبي ملاكمة يعني، بتاخد مجهود شوية. وكمان ما شاء الله يعني كل العجن دوت واحط زبدة واعجن، تحس ان هي بتديها طبقات كده، بتبقى لما بتيجي تسوي الدونس تحس اللي هو بينفش معاكي. وبصوا ملمسها عامل ازاي، ما شاء الله تحفة وطرية جدا وهيشة. خلاص كده هسيبها تخمر. بولع في الشتا طبعا، بدفي الفرن وبعدين بحطها، بقفلها بستريتش راب او بكيس بشنطة كده تقفليه عليه. خلاص كده ما شاء الله، يعني انا حطيتها في الفرن حوالي نص ساعة، اختمرت معايا. هبتدي بقى اقول لكم طريقة للدونس سهلة وبسيطة وتخلصيه بسرعة. طبعا انا قلت اقول لكم الاول عملت ايه. عملت فردتها بالنشابة وقطعتها في اللي هي قطعت الدونس دي، بس مش حباها لاني بتخلي الفتحة اللي من جوه ضيقة، فلما بتختمر بتقفل معايا خالص. فانا قلت اجيب كوباية، اي كوباية يكون بقها واسع كده. فعملت قطعت بيها، وبعد كده باللبلبة اللي هي بتاعة الكريم شانتيه فتحت بيها من النص. بس بصراحة ما حبيتش الطريقة دي. هقول لكم على طريقة تانية وسهلة وبسيطة وما شاء الله بتطلع معايا ناجحة جدا. هبتدي افتح كده من النص. طبعا المفروض يبقى عندنا ورق زبدة او اي ورق كده تحطي عليه الدونس الواحدة، عشان لما تيجي تخمر تعرفي تنزليها في الزيت ما تهبطش معاكي. بس انا ما كانش عندي، كان خلصان. فانا اقول لكم برضو ايه الحل وهنعمله مع بعض. تمام. هي بقى دي الطريقة اللي انا عملت بيها، وهتشوفوها ما شاء الله مظبوطة جدا. باخد قد البيضة كده بشوية، اكبر بشوية بين ايدي. بعد كده بفردها كده زي القرصة. اجيب بقى اللبلبة دي وافتحها من النص. بصوا بقى دي شكلها احلى ازاي ومتساوية جدا وما شاء الله يعني. لما جت خمرت بقت عالية قوي. هعمل لكم كذا واحدة تاني. دي سهلة جدا وسريعة، ولا افرد بنشابة ولا اي حاجة. يلا لو وصلتوا معايا للفيديو لغاية هنا، متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد بنزله. كده انا عملتهم كلهم بنفس الطريقة دي، كانت سهلة قوي وخلصتهم بسرعة جدا، بدل ما نقعد نفرد ونقطع ونفرد وكده. طبعا اللي بيطلع من النص في الدونس دي انا بحمرهم، يعني بخليهم زي ما هما وبحمرهم وبنرش عليهم سكر بودر وترش عليهم نوتيلا كده، بتبقى تحفة. يعني ما شاء الله ولادي خلصوها قبل ما يعني خلصوهم قبل ما احمر الباقيين. بقيت احمر اقليهم الاول واديهولهم قبل ما اخلص الدونس. كده بقى انا جبت صاج معايا او صينية كبيرة عشان يختمروا، فانا رصصتهم كده في الصينية وفي الصاج.
وسبتهم حوالي نص ساعة. لو طبعا في الشتا بندفي برضو الفرن وبنولعه، بنحطهم نص ساعة او تلت ساعة. ما شاء الله بصوا 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 ما شاء الله هشت وعليت جامد ازاي. يعني بصوا ما شاء الله يعني زادت يعني الضعف. فطبعا بص انا لما مسكتها يعني بص هبتت شوية مني ومعرفتش امسكها لانها كانت هايشة جدا. فطبعا ديت ايه لازم نحطي ورق زبدة او ورق اي ورق ابيض عندنا ممكن نقطعه. بصوا ما شاء الله الدونسية بصوا بقى يعني اتضعفت ازاي، وما شاء الله مش قادرة اقول لكم طرية جدا. فانا خلصت الكمية. ودي شوكولاتة بقى نوتيلا، اي شوكولاتة خام عندك سيحتها على بخار مية، او ممكن تحط لها شوية لبن سخنين او مية. ودي شوكولاتة بيضة. طبعا لازم يبرد معاكي الدونز تماما عشان تشكليه. ابتديت هنا بقى احط في الشوكولاتة البيضة، بس مش عارفة ما كنتش حباها. يعني كنت حابة اللون الغامق اكتر، الشوكولاتة الغامقة. وبرضو كانت الدونس كان دافي معايا وانا كنت مستعجلة بصراحة، كنت عايزة اخلص. وحطيت الدونس في الشوكولاتة فساح مني. فالمفروض دوت الدونس يبقى بارد تماما عشان الشوكولاتة تمسك فيه. خلاص باجي بقى في الاخر كده في اخر اي حاجة بعملها الواحد بقى خلاص ببقى مش قادرة، يعني فصلت بقى عايزة اخلص بقى عشان انضف المطبخ بقى واطلع اقعد بقى. خلاص بقى جبت الاخر. الحمد لله ربنا يقوينا كلنا ويوفقنا اللهم آمين. جبت اللي هو الشوكولاتة الالوان ديت وعملتها كده من تحت. وبعد كده بقى انت حابة بقى تزوقيها شوكولاتة بيضة بس شوكولاتة غامقة، اي حاجة اي حاجة متاحة عندك. انا كمان كنت بعمل الدونس دوت بس كان بيبقى تقيل شوية، بس كان طعمه بصراحة كان بيبقى تحفة. كان بيبقى عندي سيرب اللي هو الشربات، فبنزل عليه كده يعني بشربه شوية وبعد كده انزله في الشوكولاتة. بس بصراحة بيبقى ايه تقيل. يعني ممكن الدونس دوت بتبقى خفيفة، ممكن تشربها مع كوباية شاي بلبن بتبقى خفيفة شوية. اما لما بحطها في السيرب بتبقى تقيلة شوية وبتبقى عسل. بصوا بقى الاشكال تحفة ازاي، مش محتاجة كلام، والطعم حكاية. يلا بقى ما تنساش اللايك على البص الشكل الجميل دوت، محتاج لايك منك عشان تفرحيني. وكل سنة وانتم طيبين. بصوا ما شاء الله كيلو الدقيق طلع لي كمية كبيرة ازاي. ممكن نحتفظ بيه في الفريزر وهو لسه دافي، بس الافضل ان هو يبقى كده تاكلي منه تغطيه تغلفيه بس عشان ما ينشفش من الرطوبة. بصوا ما شاء الله شكلها تحفة بجد. يعني دلوقتي بص لو احنا هنشتريها من بره في البص بتبقى عاملة ازاي. بص قطنية من جوه وهيشة جدا. مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي طعمها. انتظروني فيديوهات جديدة ان شاء الله كتير، والسلام عليكم ورحمة الله.